عليكم. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده عن البرسيم الحجازي واحنا في الارض. النهارده برضو ما شاء الله زي ما انتم شايفين ده برسيم حجازي او ربيع حجازي او زي ما حضرتك بتسميه في بلدك. يعني في بلاد عربية بره بيسموه الفصة او الفصفصة تقريبا، حاجة زي كده. فده برسيم حجازي. طبعا فوائد البرسيم الحجازي يعني بص لا حصر له. طبعا هو دلوقتي يعتبر مفيش حاجة خضراء أصلا تتوكل أو أي حاجة غير برسيم الحجاز. فيلا نتكلم إن شاء الله النهاردة. هنتكلم عن البرسيم الحجازي، ونتكلم لو أنت عندك مثلا 10 عجول أو 15 عجل أو بقرة أو شوية أو 20 نعجة أو 30 نعجة، إزاي تريح توفر العمل. يعني ممكن تخلي عامل واحد هو اللي تخلي عامل واحد هو اللي يوكلهم، هو اللي يشربهم، عشان خاطر ما تزودش في العمالة وتعمل في العمالة. في الأول خليني أعرفكم بنفسي. معاكم أخوكم إسلام عبد الرؤوف، ودي قناتكم قناة المزرعة. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وصلي على حبيبك النبي، ويلا بينا نبدأ إن شاء الله. طبعا ده ربيع حجازي زي ما أنتم شايفين كده. قرب. ده برسيم حجازي اهوت ما شاء الله عليه. طبعا البرسيم الحجازي ده يا جماعة لو حضرتك عندك عامل مشروع بقر حلاب، طبعا ده هيوفر معاك، هيزود معاك اللبن وهيوفر معاك في العلف. طب لو انا عامل مشروع تسمين، طبعا البرسيم الحجازي ده بيتقدم لو هو العجل فوق 300 كيلو، حضرتك بتنشفه شوية، يعني ممكن تحشه النهاردة توكله بعد بكرة او تسيبه يومين على الاقل خالص، وبعد كده توكله للعجول. هيوفر معاك بص هيوفر معاك كمية العلف، كمية رهيبة. وغير ده كله هيطلع معاك جودة اللحمة حمرا. يا جماعة الكلام ده عن تجربة، انا ما بكلمكش كلام ما حصلش. انا يعني العجول اللي مذبوحة وكنت بوكلها دريس حجازي مع العلف، ما شاء الله الدريس بيخلي اللحمة معاك حمرا، والكلام ده عن تجربة، بيخلي حتة اللحمة معاك حمرا كده. طيب لو عندك برضو عجول صغيرة، طبعا عجول 150 كيلو، طبعا لازم تاكل حاجة خضرة مع شوية العلف. انت مش هتكبسها علف طول النهار، او علف تفضل تحط لها 2 كيلو الصبح و2 كيلو اخر النهار. طبعا العجل كده هياخد فترة طويلة عبال ما يتعلف معاك. لا، انا عايز احط له مثلا كيلو الا ربع الصبح وكيلو الا ربع اخر النهار، وطول النهار انا همشيه على البرسيم الحجازي زي ما انتم شايفين كده. فطبعا لو حضرتك عندك مكان او حضرتك ناوي تخش في موضوع الانتاج الحيواني، سواء اغنام سواء عجول سواء حلاب سواء جاموس، اي حاجه في الانتاج الحيواني، يبقى قبل ما تفكر في الانتاج الحيواني لازم تفكر تكون عندك ارض او تأجر ارض اللي انت تزرعها برسيم حجازي زي ده. طبعا زي ما قلنا البرسيم ده دلوقتي عمره 3 سنين، حوالي 3 سنين. المساحه حوالي فدان ونص المساحه دي. طبعا هو دلوقتي في يعني يعتبر ذروة إنتاجه دلوقتي. في الصيف طبعا بيبقى الإنتاج بتاعه غزير البرسيم الحجاز، في الشتاء بيقل معاك شوية. فطبعا هو دلوقتي في كامل إنتاجه زي ما انتم شايفين. البرسيم اهوت ما شاء الله عليه. البرسيم اهو، شايف البرسيم ما شاء الله عليه. طبعا يا جماعة في حاجة مهمة، البرسيم لازم يطيب عشان تحشه. ما ينفعش البرسيم يكون لسه طالع او يكون لسه الكرسي ما اكتملش والبرسيم نشف، عشان خاطر لو انت وكلته للعجول وهو ما طبش، انت تعتبر بتوكلهم سم. توكلهم سم، العجول دي هتموت او هتتنفخ او هيجيلها اسهال او هتخش في مشاكل. حتى العجول لو مش هتموت، انت حضرتك هتخش في مشاكل كتير. فلازم البرسيم يكون وصل للعمر الفسيولوجي بتاع اللي هو البرسيم طاب ونشف اللي هو يتاكل. طبعا ديت انت حضرتك المفروض تبقى عارف البرسيم اللي طاب مش من اللي ما طابش. طب انا لو حشيت ولقيت البرسيم لسه ما طابش، يبقى انا لازم اسيبه يطيب. فقلنا العجول الصغيره هتاكل منه. طبعا دي حاجات بسيطه كده عن البرسيم الحجازي. وقلنا طبعا لو حضرتك عندك قطيع اغنام او حضرتك عندك عجول او اي حاجه، ممكن تخلي عامل واحد يوكلهم. طب عامل واحد توكلهم ازاي؟ طبعا حضرتك لازم تساعد العامل بتاعك. لو انت حضرتك عندك مزرعه وجايب عامل، لازم انت توفر له سبل الراحه. ما ينفعش انت عشان بتديله مرتب يبقى تموته من الشغل. ما هو طبعا مش هديك، ما هو لما يجي يحش برسيم من الساعه 7 الصبح لحد الظهر، طبعا عشان يعمل مقطور ولا يعمل براويط ولا يوكل 10 عجول ولا 5 بقرات، ما هو هتكون ما شربوش، هيكونوا ما كلوش، فانت هتدخل نفسك في مواويل. فطبعا دي حاجه زي دي حشاشه يدا وهي برضو انا حبيت ان انا اعرفكم عليها وانا بشتغل بيها ازاي. طبعا انا باجي في ربع ساعه بكون حشش. لو عايز احش
5 6 قراريط في ربع ساعه هشهم بالحشيشه دي، وطبعا بتيجي لاممهم ومحملهم واخدهم وماشي. فخلينا نتكلم مع بعض، خلينا ان شاء الله نوريكم عملي احنا بنحش بيها ازاي ونعمل بيها ازاي. بس معلش هو الصوت هيبقى عالي شويه بقى، بس ايه سامحوني. طبعا احنا كده دورناها اهوت ان شاء الله ايه هنتعامل معاكم عملي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهوت وهي بتمشي طبعا اهوت بتحطيها على جنب. انا بفضل اروح واجي كده احش الكميه اللي انا عايزها. تعالى بعيد شويه عشان الصوت. بفضل احش الكميه اللي انا عايزها وايه، وبعد كده المه واحمله في الجرار واخده وامشي. فلو حضرتك عندك حلول او عندك حاجه زي ما قلنا دي حاجه ممكن تجيبها للعامل بتاعك او تبقى موجوده في مزرعتك اللي هي توفر عليك شغل وتوفر عليك ايه تعب الصبح او اخر النهار. هتخش مره واحده في اليوم دي توفر عليك. دي كانت حاجه بسيطه حبيت ان انا اعرفها لكم. وتعالوا برضو معانا تاني نشوفها وهي شغاله عشان نقفل الفيديو ان شاء الله. طبعا هو زي ما وريت لحضراتكم انا بطلتها بس عشان الصوت والدوشه. ديت حاجه بسيطه هيت. والبرسيم الحجازي ما تستغناش عنه لو انت عندك ارض. هو اللي هينجح مشروعك، هو اللي هيوفر عليك تكلفه. العلف النهارده غالي. وفي اخر الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي تاني وتشترك في القناه. وربنا يصلح حالنا وحالكم بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.